بعد ما اتكلمنا معاكم الحلقة اللي فاتت عن رأس الملكة نفرتيتي وازاي خرجت من مصر، جه الوقت اللي نكون مؤثرين بدورنا في محاولة استعادة التمثال إلى بلده مصر. كلامنا النهاردة هيكون عن أهم حاجة عملنا علشانها البرنامج ده، وهي العريضة الخاصة باستعادة رأس الملكة نفرتيتي. من فترة قريبة مش بعيدة طلع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق واتكلم عن خروج التمثال من مصر، وقال إنه أنشأ عريضة لجمع التوقيعات وطلب ما يقارب 1,000,000 توقيع عشان يقدر يتقدم بشكل رسمي ويكون في بداية محاولات لاستعادة التمثال من ألمانيا. والعريضة دي تعتبر تفويض ليه وتدي أهمية بالموضوع عشان يكون في كلام رسمي ونرجع التمثال مرة تانية إلى بلده الأصلية مصر اللي خرج منها بالتزوير. ودي كانت حكاية تمثال الملكة نفرتيتي. أما بالنسبة للتوقيع على العريضة فهنسيب لكم اللينك تحت، تقدروا تسجلوا وتوقعوا عليها علشان يساعد في استعادة رأس الملكة المصرية الملكة نفرتيتي. وبس كده، ده كان كلامنا في البرنامج ده. هتوحشوني وإلى أن نلتقي.